حبايبي الحلوين، هعمل معاكم بقى النهارده مسقعه بالبشاميل. بصوا، تحفه تحفه تحفه. بالنسبه للايام اللي هي بعد العيد دي، احنا مش عارفين ناكل ايه، مش عايزين نعمل طبيخ. زهقنا من الطبيخ وزهقنا من الحاجات اللي هي التقليديه. نعمل بقى بشاميل، ونعمل شويه لحمه مفرومه، وعليهم شويه بدنجان محمرين او عاملاهم في الجلايه زي ما انا عاملاهم، زي ما انتم شايفين كده. بطاطسايه وعليها كام حبتين بدنجان وقطعتهم صغير، وحبه زيت وفلفل اسود ورشه ملح، وحطيتهم في الجلايه ما خدوش مني وقت، ويعتبر اكله صحيه وحلوه. عصجت اللحمه بالبصل، وحطت عليها شويه طماطم زي ما انتم شايفين كده. طبعا عصاج اللحمه عندي بحط البصل الاول وبعدين احط اللحمه، وكمان البهارات اللي انت عايزينها. البشاميل بقى كوبايه حليب واحده، مش عايز بشاميل كتير زي المكرونه. هي كوبايه حليب واحده بس، حطيت عليها معلقه دقيق واحده ومعلقه سمنه ونص مكعب مرقه دجاج. وهنا خلاص الطماطم كانت فكت من الصلصه، فاكت اللي انا كانت عندي في الفريزر، وحطيت نص مكعب مرق دجاج وكمان معلقه هريسه شطه. طبعا المسقعه من غير شطه ملهاش لازمه، يعني انا بالنسبه لي لازم حاجه سبايسي وحلوه. الاكله سهله وبسيطه جدا، وتقدر تكتر الكميه وتقدر تقلليها زي ما انت عايزه. طبعا انا الصلصه اللي انا عاملاها باللحمه المفرومه يعتبر كتيره، فانا خلاص البشاميل خلاص زي ما انتم شايفين اهو استوى، وانا مش عايزه اتقل من كده. رصيت البدنجان في الطاجن، عندي طاجن فخار، وحطيت على وشه اللحمه المفرومه بالصلصه اللي انا عاملاها. طبعا تظبط الملح ما تنسوش. وبس كده، واحط على وشه البشاميل اللي انا عملته، وهدخل الفرن. بصوا كله احلى مسقعه بالبشاميل، جميله جدا جدا. يا ريت لو الفيديو النهارده عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. كنتوا مع قناه منوعات ام رودي. هدخل الفرن بقى، شوفوا. صراحة هي تحفة وحلوة جدا جدا جدا. انا ما بحبش اكتر، يعني يعني جد اكلة يوم. ولو عندك مثلا، يعني عندك عيلة كبيرة، كبري الصينية وان شاء الله تبقى حلوة وهتعجبهم وجميلة جدا جدا جدا. كنت مع منوعات ام رودي. وما تنسونيش في اللايك. زي ما انتم شايفين انا حمرت اهي، وكنت عاملة عيش تركي كنت عاملاه قبل كده على القناة. بصوا تحفة وجميل جدا جدا جدا، وهي حلوة بقى، كانت سخنة ملهلبة. ما كنتش عارفة ادخل العيش فيها. فاستنى شوية تبرد وان شاء الله ناكلها بالهنا والشفا. شوفوا جميلة جدا، ويا ريت تجربوها، تعجبكم خالص. ما تنسونيش في اللايك.